تعال أقولك على حاجة يمكن ما تعرفهاش. تيك توك خلاص خرج من إيد الشركة الصينية. أيوة، دلوقتي بقى في جيب الملياردير لاري إليسون صاحب أوراكل. بس استنى، القصة مش مجرد بيع وشراء، دي إعادة برمجة كاملة لعقول الناس. كل الداتا، الترندات والأخبار اللي بتوصل للمستخدمين بقت بتتفلتر وبتتوجه من خلال جهات أمريكية معينة. يعني ببساطة اللي بيتقال ليك واللي بيختفي من الترند مش صدفة، دي خطة. والأخطر، الراجل الجديد ده معروف بقربه من الكيان الصهيوني، ومن دلوقتي هتلاحظ إن في محتوى معين بيختفي ومحتوى تاني بيطلع فجأة فوق الترند، كله ماشي في اتجاه واحد. الرسالة اللي الناس بتسمعها دلوقتي: ما تقلقش، كل حاجة تمام. بس الحقيقة الموضوع أخطر بكتير مما الناس فاكرة. إحنا مش بنتكلم عن تطبيق فيديوهات، إحنا بنتكلم عن أداة بتتحكم في الوعي والرأي وحتى تفكير الأجيال الجديدة. You have to use the tools of battle. You know, the weapons change over time. You have these new things, like drones, things like that. And the most important ones are social media. And the most important purchase that is going on right now is class TikTok. TikTok, number one. And I hope it goes through because it can be consequential. خليك واعي قبل ما تبقى مجرد ترند في منظومة كبيرة. شارك الفيديو ده، يمكن يوصل لحد لسه مفكر إن تيك توك لعبة تسلية بس. وادعمنا بلايك وقول لنا رأيك في كومنت.